السلام عليكم ورحمة الله. في ثاني استخدام للصاروخ الباليستي التكتيكي ديال الهيمارس في أوكرانيا، وهو نفس الصاروخ اللي تعاقد عليه المغرب مؤخرا، فهاد الصاروخ قدر انه يستهدف اقوى منظومه الدفاع الجوي عند الروس، وهي منظومه اس 400، واللي فشلات ولتاني مره في انها ترصد او تطيح الصاروخ الباليستي التكتيكي في مناطق العمليات ديالها. وبالتالي قدرت الهيمارس عبر الصاروخ الباليستي انها تضرب الاس 400 بشكل مباشر وتدمره تماما. هذا الهجوم كيتعتبر هو ثاني هجوم للصاروخ الباليستي التكتيكي اتاكامس ديال الهيمارس، واللي في الهجوم الاول قدر انه يتفادى كاع منظومات الدفاع الجوي الروسيه ويضرب مطار عسكري، وبالتالي دمر المطار مع اكثر من 9 ديال المروحيات والطائرات الروسيه. اما في الهجوم الثاني فهو استهدف مباشره منظومه اس 400 كيف قلنا، واللي فشلت في اعتراض الصاروخ اللي كيتميز بالسرعه والمناوره. هاد الصاروخ اللي ضرب المنظومه هو صاروخ اللي مسلح براس حربي عنقودي، وبالتالي ملي كيوصل الصاروخ فوق الهدف وعلى علو عده امتار فهو كيتفرق على الراس الحربي، وبالتالي كيتفجر وهو فوق الهدف باش يقدر يدمر اكبر قدر ممكن من المعدات اللي كاينين في هذيك المنطقه. وهذا الصاروخ اللي كنهضروا عليه فهو عنده مدى ديال 300 كيلومتر، وخداه المغرب مؤخرا، وبالتالي كاع الاهداف المعاديه وداخل عمق الدويله العدو غادي تكون كلها في مرمى الصواريخ المغربيه، سواء كانت دفاعات جويه او مطارات او قواعد عسكريه او حتى تجمعات لقوات جيش الدوله العدو، فحتى هي ممكن تدميرها بالكامل بهذا النوع من الصواريخ. حتى لهنا غادي تكون المعلومه سالات، نتلاقاو في معلومه جديده، مع السلامه.